هي أداة الجريمة التي وقعت صباح اليوم بمستشفى بن زهر بمراكش. الضحية ليس إلا دكتور صيدلاني بنفس المستشفى، والذي كان يهم بولوج مكتبه حين باغته شخص مجهول بطعنة قوية على مستوى البطن كادت ترديه قتيلا. جاي من هنا تلقى واحد جا مورايا، دابس عنده كاسك ديال الموتور كحل، شاكيطه ديال الكوير وسروال رمادي. الله ضغط حتى تيخشي فيا موس، صافي جنويت والله ندير حوايج بزاف وانا نطيح هنا فهاد الهبطه هي. الجاني لاذ بالفرار، وتدخلت المصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا فوريا في عين المكان، فيما التأم أطر وموظفو مستشفى ابن زهر في وقفة احتجاجية تلقائية تستنكر ما وقع وتطالب بتوفير الحماية والأمن. واحد الوقيته كان عندنا مخزني وكان بوليسي في الباب، دروكا تراجع هذا الشيء هذا يوميا نتعرض للاهانه، اما القذف اما السب اما الشتم، ولكن اليوم تعرض الموظف ديالنا للطعن. كنطالبوا بالحمايه بالامن، لانه سنين هذه وحنا كنهضروا مع المسؤولين ديالنا وتنقول يا ودي راه هذه مؤسسه عموميه وهي شحال من واحد كيجي من هذا الجانب ومن هذا الجانب، حنا ما كنعرفوش اللي داخل، دونك خصنا نعرفوا ونضبطوا الداخل والخارج من المستشفى. هذا الحادث يعيد إلى الواجهة واقع غياب الأمن في بعض المؤسسات الاستشفائية العمومية ووقائع الاعتداءات التي يتعرض لها أطر وموظف المستشفيات. هؤلاء لا يزالون يطالبون بتوفير الأمن والحماية اللازمين.